السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ملعب المفتش. دلوقتي يا جماعة الأهلي كسب طلائع الجيش 2-0 في مباراة كلها تفاصيل وكلها كلام. قبل يا جماعة نخش في التفاصيل كده، هنقول ازاي كولر النهارده لعب ازاي النهارده مع عبد الحميد بسيوني. لعب ازاي؟ لعب 4-2-3-1. لعب ازاي؟ داري العش، الدبيس، هاني. لعب على الدايرة مروان وإمام، ولعب ونجات الشحات وبن شرقي وجراديشار 9.5 وتسعة وسام. هو لعب كده ليه؟ عايز استفاد من جراديشار ووسام. المفروض كان يحسب بينهم سويتشات، بس حصل ايه؟ وسام كان على طول واقف هنا. الكرة الوحيدة اللي اتلعبت صح في الدقيقة 2 عمل سويتشات، وسام نزل كمل جراديشار. هاني لعب التمريره المفتاحيه الطويله، بس ساعتها جراديشار استلم غلط. بقيه الماتش وسام واقف هنا وجراديشار تايه. يعمل ايه؟ مفيش سويتشات، بقت في زحمه هنا. يعني الغرض انه يستفاد من الاتنين دول، يحسب بينهم سويتشات، لكن ده للاسف ما حصلش. طيب تعال شوف بقى الماتش مش ازاي، واحده واحده كده وركز معايا. ولسه بدري على السحور وليله رمضانيه حلوه كده، ويلا بينا. دلوقتي يا كباتن، وسام دلوقتي لسه اول دقيقه الشحات لعبها له، راح انفراد، عمل ايه؟ تباطأ فيها وما حطهاش. طب يا كباتن، دلوقتي مشكله وسام عايز حد يقعد معاه يقول له جراديشار مش جاي مكانك تاني يا كباتن. وسام دلوقتي لاعب كبير، طبعا لاعب كبير، لاعب هداف طبعا، لاعب هجام طبعا، في كل مواصفات المهاجم، 9 صندوق. هو دلوقتي اللي فيه وسام دلوقتي النهارده، وسام لعب اسوأ ماتش ليه، ميس باص وعدم ثقه وخايف ياخد قرار. كل ده ليه؟ هو تقريبا كده واصل له ان جراديشار جاي مكانه، فلازم حد يقعد معاه يقول له ان جراديشار جاي عشان يبقى معاك، عشان ما ينفعش نادي كبير زي الاهلي يبقى مهاجم واحد بس. اللي كان مخلي وسام الماتش السنه اللي فاتت خد هداف الدوري وكان بيعمل كل حاجه، كرات ثابته، ضربات جزاء، جوال، يمين شمال، هيدرز. ليه؟ عشان كان مطمن اللي قاعد له كهربا، وكهربا كلنا عارفين كان واقع خالص، فكان مطمن كده في الملعب. حتى لو كان كهربا كان بياخد 3 4 دقايق كان عارف ان هو رقم واحد. لكن دلوقتي جراديشار دلوقتي ما شاء الله نزل وحط نفسه في الملعب واثبت نفسه. فدلوقتي وسام دلوقتي اللي فيه دلوقتي وسام ده عدم ثقه. ده فاهمك يا جماعه، لعيبه الكوره وكلكم افضل مني بكتير في الحته دي. لعيبه الكوره بتبقى فاهمه القصه دي. هو كده وسام تحس انه قلقان، تحس انه خايف، فلازم حد يقعد معاه. اقعد معاه وطمنه يا كولر، اقعد معاه وطمنه، هتلاقي هتستفاد بوسام وجراديشار. انت كده مكهرب الدنيا كلها بلا داعي. فدلوقتي وسام دلوقتي اللي فيه دلوقتي عدم ثقه وقله اطمئنان. فحد يقعد معاه بقى، كولر يقعد معاه، الشوقي يقعد معاه، رمضان يقعد معاه، اي حد يقعد معاه، طمن وسام، هتشوف وسام وجراديشار والدنيا هتفتح معاهم. طيب معانا ايه تاني يا كباتن؟ دلوقتي يا كباتن في الدقيقه 70 دلوقتي السوليه نزل مكان مين؟ مكان جراديشار. طب ايه اللي عمله كولر؟ رحل امام، خلاه مهاجم تاني مع وسام. ده اللي عمله. طب ايه اللي حصل؟ مسك كوره لعيبه الجيش، مسكهم كوره على لعيبه الاهلي وكانوا هيتعادلوا، ولو ستر ربنا الاهلي النهارده كان هيتعادل. تغيير بجد كارثي في الملعب، كارثي. يعني انت دلوقتي فضيت نص الملعب، والسوليه مع احترامي ليه لعيب كبير جدا طبعا، بس مش هيعرف يجاري لعيبه طلائع الجيش اللي كلهم اعمارهم صغيره. كان بيروح ويدوا معاه، هو مش قادر. كان مران لوحده كده هو عمال زي مكوك، والسوليه مش قادر برضه يجاريهم. وانت رميت جوه امام عاشور، خليته تلعب اتنين مهاجمين بلا داعي. طب انت ايه فهمت ده في الاخر في الدقيقه 88؟ فهمت ان الدنيا هيتعادلوا خلاص، قمت ساحب امام عاشور مطلعه بره ومنزل اكرم توفيق، قفلت من نص الملعب. طب ما كمل اول، يعني كولر ما كمل اول. يعني كولر يا جماعه بيعمل حاجه مش عارف، والله مش عارف. يعني دلوقتي كولر دلوقتي اي مدرب بيحب يكون معاه سكواد يلعب بقى صلصال، يشكل براحته. في مدربين بيشتكوا من قله اللعيبه. انت بقى عندك لعيبه كتيره جدا ولاعيبه كواليتي عالي، لازم تستفيد بيهم، لازم، ده دورك.
ده دورك. كمان حد هيقول لي يا جماعه طب ما معلش ضغط المباريات ما بقاش في ضغط مباريات خلاص. الاهلي في شهر رمضان هيلعب 3 ماتشات، لعب منهم ماتش هيبقى ماتشين. انت متخيل؟ ايوه بالظبط. الاهلي طوال شهر رمضان هيلعب ماتشين، انبي يوم 18 مارس، وطلائع الجيش تاني في كاس الرابطه يوم 22. بقيه الشهر معاك فاضي، فانت معاك وقت براحتك. شكل بقى وحط ده هنا والعب ده هنا، وده يغلط وده يستفاد من غلطه، وده يلعب هنا وده يلعب هنا. لازم تعمل كده. وقصه الشحات، لازم الشحات يقعد شويه. لعب عليه عبد الله. الشحات لو لعبت عليه حد في الملعب هتلاقي الشحات هترجعه تاني. فانت عشان في وقت من الاوقات يا كباتن لازم عشان تفوق لعيب تقعده بره شويه، يعرف انه في نعمه. لو بتلعب واحد عايز زي عبد الله او عمر كمال اللي هنجيبه بعد شويه، لازم الشحات يفوق. الشحات بيلعب بس في الاهلي دلوقتي عشان بيعمل ميس باص بس، لكن ما ينفعش يبقى عندي بن شرقي بالكواليتي ده وقدامه الشحات. يا راجل قعد الشحات وخلي جراتشار ماشي يلعب مكانه مثلا، لو انت عايز تلعب جراتشار مثلا هاف رايت ولا حاجه. فالشحات لازم يريح شويه بره عشان تكسبه. نيجي لعمر كمال. عمر كمان لو انت عمر ما بقتش لاعب جامد في الاهلي، مش لاعب عادي، لاعب جامد، مالكش مكان تاني في السنه الجايه. هيبقى زيك بقى زي كريم نيدفيد بقى وكوكا والناس اللي قاعده بره دي متدفيه وبتستلم على اللعيبه خارجه، هتبقى زيهم. فعمر كمال لازم تفوق من الغيبوبه اللي انت فيها دي. انت لا عارف تاخد قرار ولا عارف تعدي وخايف تشوط، ولو شوت بتبقى تحطها في المدرجات. يا راجل كفايه بقى، كفايه. احنا في رمضان يا جماعه، ما تخليناش نفطر يا جدعان، احنا في رمضان يا جماعه. نختم بس، عايزين نختم بواحد كواليتي عالي قوي، بن شرقي يا جماعه، لاعب عالي جدا 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 بصراحه. لازم الاهلي يستفاد بيه. ده الهاف اللي احنا كنا مستنيين كاهلي، الهاف اللي يدخل كده واحد على واحد، هو اللي يروح، هو انا جاي لك وهعدي منك. واحد يروح كده ويقطم ويخش وبتاع عمل النهارده يا جماعه 2 دريبل بالكوره 10/10، راح ويخش ويتعامل. وفي كوره قطع، كان وسام مش عارف يتصرف فيها كويس، قطع له مهاجم، وسام اداها لما حطها جنب القائم. فعايز انا كواليتي عالي جدا برضو هاف رايت. انا عايز الاهلي يكون عنده ايه، اجنحه ايه، ولاد الذين عفاريت بيجروا على الحيط كده. عندك بن شرقي وحد تاني، لكن ما ينفعش بن شرقي فرده جميله جدا وجنبه امام عاشور الناحيه التانيه، ماليش شحات وهاني يعني هيغمى عليا هناك كده خالص. ما كل فريق هيلاعبني هيمسك بن شرقي وامام عاشور. حلو كده. ويا جماعه لما نختم، جالنا سؤال، ناس تقول لي امام عاشور مستواه الفتره الاخيره نزل. عارف نزل ليه؟ بسبب مارسيل كولر. ايوه. حد يقول لي طب ليه؟ عشان مارسيل كولر لما خلاه يلعب هاف ليفت بقى خلاص قرب للمرمى، وهو لعيب حريف بيحب المساحه، فبدا يخش ويروح ويقطم ويحط. المكنه مشيت وطلعت قماش. كمل بقى يا راجل، كمل. ده كان كل ماتش بياخد مان اوف ذا ماتش، لدرجه ان هو زهق. ده مره للعش ومره الكهرباء. فكمل بقى، طلعت قماش، المكنه طلعت قماش، كمل واديله، كمل. وبن شرقي هيلعب لك 10، هيلعب لك هاف رايت، هيلعب لك مهاجم، هيلعب لك. فكمل. لكن انت عملت ايه؟ سحبت امام عاشور تاني، ودلوقتي النهارده قمت بتطلع مهاجم تاني. لازم يا كولر تستفاد انت في نعمه، لازم تستفاد بالسكواد اللي معاك. انا مش عارف بصراحه ان في مدربين يتمنوا اللي انت فيه يا مارسيل كولر. اتمنى يا جماعه اكون لخصت لكم تحليل ماتش النهارده الاهلي وطلائع الجيش. والاهلي الفتره الجايه عنده وقت كتير يقدر يجرب طرق لعب كتير، يجرب لعيبه، يستبعد لعيبه، يرجع لعيبه. الفتره الجايه يا جماعه فتره المدير الفني للنادي الاهلي اللي هو مين؟ مارسيل كولر. بس يا كباتن، شكرا يا جماعه وتحياتي ليكم، كل سنه وانتم طيبين. سلام.